السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. دلوقتي ان شاء الله باذن الله هنحل مع بعض اختبار رقم 3 على فصل الدعامة والحركة من اول المنهج الى نهاية جزء الاوتار. ونبدأ بالسؤال الاول واللي بيقول: اذا علمت ان الفقرة العنقية الاولى لا تحتوي على جسم فقرة فأي مما يأتي لا يتناسب مع شكل او وظيفة الفقرة. طبعا في الشرح احنا قلنا الفقرة العنقية الأولى اللي هي الفقرة الأطلس ده ملهاش جسم فقرة. ليه؟ عشان تكون الحلقة الشوكية أكبر ما يمكن، فديت مناسبة. أنا بدور على الإجابة التي لا تناسب شكل أو وظيفة الفقرة. يبقى لما يكون الفقرة ملهاش جسم فقرة فبالتالي تكون الحلقة الشوكية أكبر ما يمكن. طب ليه هي الحلقة الشوكية بتكون أكبر ما يمكن؟ الإجابة هتكون ب أهي معايا، ده بتفسر الإجابة ألف دي. تستطيع الفقرة استيعاب حجم الحبل الشوكي الكبير. يبقى لما ما يكونش ليها جسم فقرة بتكون الحلقة الشوكية كبيرة. ليه؟ عشان تستطيع استيعاب حجم الحبل الشوكي الكبير، لأن الحبل الشوكي في بدايته من أعلى بيكون القطر بتاعه كبير. تستطيع الفقرة الحركة بحرية مع الجمجمة. أيوة فعلا، لأن بتعمل مع الجمجمة مفصل زلالي. تمام، وبالتالي بيكون في يا جماعة سهولة في الحركة أو حرية الحركة. ده كله مناسب، ألف وب وج مناسب. أنا بدور على إجابة لا تناسب، يبقى إذا هنختار الإجابة د. تكون المفاصل الغضروفية مع الفقرة التي تليها بشكل مثالي. لا طبعا، لأن الفقرة الأولى مع الفقرة الثانية ما بتعملش مفصل غضروفي بشكل مثالي. أمال بتعمل إيه؟ مفصل زلالي. وبالتالي أصبحت الإجابة د لا تناسب الفقرة العنقية الإيه؟ الأولى. اتنين، من مخاطر جذب الطفل للرضيع لأعلى، زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا، لو شديت أخويا الصغير او طفل في البيت من ايده الاعلى فاحتمال يحصل له خلع بقى في العظام. تمام، فهو بيقول لي كما في الشكل يؤدي لكل الاتي ما عدا. يبقى انا بالتالي بدور على اجابه خطا، ما عدا. سحب الكوع من خارج مكانه، دي عباره تعتبر صحيحه، لانه الكوع لما شد كده، ممكن لما شد اخويا الصغير او الطفل من دراعه من عند عظام اليد، ممكن الكوع، مفصل الكوع ده يا جماعه تنخلع عظام الكوع، اللي زي مثلا عظمه الزند وعظمه الايه وعظمه الكعبره من مفصل ايه الكوع. طيب تعالى الاجابه ج، التواء المفصل او خلعه بشكل جزئي. خلعه يبقى انا لما بشد الطفل كده قلنا ممكن العظام تنخلع من المفاصل، اي تتحرك من مكانها. انفصال احدى عظام الساعد عن مفصل الكوع، هي نفس الاجابه على فكره. يعني احنا بنتكلم ان سحب الكوع ودال وجيم والحاجات دي كلها تقريبا نفس الاجابه اللي هي تحت بند ايه، ان يحصل خلع لكن مش هيحصل كسر. يبقى اذا ما عدا هتكون ما عدا به، ما عدا كسر عظمه العضد او عظام الساعد. يبقى انا لما بشد الطفل من ايده كده العظام ما بتتكسرش لكن تنخلع من المفاصل. نيجي للسؤال رقم 3. أثناء التخدير النصفي يجعل الطبيب المريض يأخذ تلك الوضعية. بنلاقي إنه المريض يا شباب، المريض الدكتور أو الطبيب بيخليه ياخد إيه؟ التقوس اللي إحنا شايفينه ده. ليه يا مستر؟ أصل في ورا كده حاجة اسمها نتوءات شوكية. النتوءات الشوكية ديت لو حد فاكر تعريفها، كانت زائدة خلفية من الخلف مائلة إلى أسفل، يبقى نازلة لتحت كده. تمام، فتحس ان هي متصله مع بعضها. فالفكره كلها ان انا لما اعمل اخلي المريض ياخد شكل القوس ده كده، بعمل ايه؟ بزود المسافه او المساحه اللي موجوده ما بين النتوء والنتوء، لان النتوءات الشوكيه من الخلف تمام مائله لايه؟ الى اسفل، فقد تصل احيانا ان هي تصل لايه؟ لبعضها بعض الشيء. تمام، فانا كل ما المريض يتقوس للامام بهذا الشكل كل ما هزود المساحه ما بين النتوء والنتوء، فبالتالي اقدر احط حقنه التخدير في الحبل مين؟ في الحبل الشوكي. وبالتالي هتكون الاجابه بتاعتي يا شباب لازاحه النتوء الشوكي قليلا، لان النتوء الشوكي ده الزائده خلفيه مائله الى اسفل هي اللي بتعيق التخدير قليلا حتى يتمكن من حقن المريض. نجي للسؤال رقم 4. أي مما يلي يصف المفصل س بشكل صحيح؟ طبعا الجمجمة اللي قدامنا ديت يا جماعة ده قلبها ازاي؟ انت عرفت منين يا مستر؟ لانه ظاهر قدام هنا يا حبيبي مين؟ الثقب مين؟ الثقب الكبير. والثقب الكبير المفروض انه يظهر من الجانب السفلي لان هو موجود في قاع الجزء الخلفي، فلما الاقي الثقب الكبير ظاهر كده يبقى الجمجمه ديت مقلوبه. يبقى اذا اصبح الجزء اللي فوق ده يا جماعه ده الفك العلوي، ده الفك مين؟ العلوي وليس السفلي، ده الفك العلوي لان الجمجمه مقلوبه. واصبح الفك العلوي للمفصل س ده يا جماعه بيكون عظام ملتحمه في الفك العلوي، لان الفك العلوي ما بيتحركش.
تمام كده، او بصيغه ادق نقول بينها مفاصل ليفيه تتحول مع تقدم العمر الى نسيج ايه؟ الى نسيج عظمي. يبقى اختار الاجابه الف، مفصل ليفي بين عظام الفك الايه؟ العلوي. نيجي للسؤال رقم 5، ما الذي يميز المفصل 2؟ المفصل 2 ده يا شباب لو احنا كبرنا كده، المفصل 2 ده موجود فين؟ موجود عند اتصال الفك السفلي بالجمجمة. طيب طب والفك السفلي بيتحرك ولا ما بيتحركش؟ ايوه بيتحرك. يبقى المفصل 2 ده مفصل زلالي. مفصل ايه يا حبيبي؟ ايوه زلالي. لكن المفاصل في واحد في الجمجمه اللي هو الجزء الخلفي او الجمجمه بشكل عام دي بتكون مفاصل ايه يا مستر؟ مفاصل ليفيه. فايه اللي يميز اتنين عن واحد؟ اقول اتنين ده مفصل مين؟ اقول اتنين ده مفصل زلالي. يبقى اختار الاجابه ج. 6، النسبة بين عدد عظام الحزام الصدري، الحزام الصدري 4 إلى عدد عظام الحزام الحوضي، الحزام الحوضي 2. يبقى إذا في الحالة ديت 4 إلى 2 فيها 2 إلى إيه؟ إلى 1. وبالله عليك خلي بالك عظام الحزام الحوضي ب2، لكن لو قلنا عظام الحوض، عظام الحوض هتقول لي 4. 4 إزاي؟ أقول لك 2 حزام حوضي زائد العجزيه واحده والعصاصيه واحده. في فرق ما بين لما اقول لك عظام الحوض والحزام الحوضي. يعني الحزام الحوضي جزء من عظام الحوض. 7، اي مما يلي يصف عظمه لوح الكتف بشكل صحيح في الوضع التشريحي للانسان؟ استحلفك بالله، استحلفك بالله تفتح المذكره كده وتذاكر لي لوح الكتف، تقرا اللي انا هقوله لك ده. يقول لك لوح الكتف عظمة ظهرية مثلثة الشكل، طرفها الداخلي عريض والخارجي مدبب بها. نقف عند كلمة بها بقى. بها كم حاجة؟ بها 2. بها نتوء تتصل به الترقوة. يبقى إذن النتوء تتصل به الترقوة ده مفصل زلالي، ده الطرف الخارجي. يبقى الطرف الخارجي ناحية الخارج بها نتوء تتصل به الترقوة بمفصل زلالي. وبها تجويف ناحية الخارج، برضه ناحية الخارج ده في الخارج يا جماعة. وبها تجويف يسمى التجويف الأروح يستقر في رأس عظمة العضد مكونا مفصل الكتف، ومفصل الكتف ده مفصل زلالي. إذا أقول تتمفصل ناحية الخارج بمفصلين زلاليين، حيث بها نتوء تتصل به الترقوة من الخارج بمفصل زلالي، وبها تجويف بيعمل مفصل الكتف، ومفصل الكتف ده مفصل زلالي. 8، نوع المفصل بين الجمجمة والفقرة العنقية الأولى، طبعا ده مفصل زلالي. 9، أي مما يأتي يربط بين نسيجين متماثلين بالتالي ما قداميش في المنهج بتاعي إلا عظام وعظام رباط، أيا كان بقى اسم الرباط إيه، زي مثلا الرباط الصليبي. 10، يشعر مريض خشونة المفاصل بألم عند الحركة، ما قداميش الا الاجابه ب، تاكل الماده الغضروفيه في المفصل، لان باقي الاجابات بيقول لي زياده السائل، ده زياده السائل ديت بتسهل الحركه ما بتعملش خشونه. تمزق الاربطه دي ملهاش علاقه لان الاربطه بتحدد اتجاه الحركه. التهاب في الاوتار ملهاش علاقه لان الاوتار هي مسؤوله عن نقل الحركه من العضلات الى العظام، لكن بيتحرك وبيمشي والكلام ده كله لكن بيشعر بالم، يبقى ديت خشونه، والخشونه تاكل الماده الغضروفيه في المفصل. نيجي للسؤال رقم 11، انا عندي 4 مفاصل بيحدد بيدينا عامل هنا على محور الصادات اسمه المدى الحركي المفصل، وهنا الحركه قد تكون منعدمه تقريبا، تمام، فده مفصل ليفي محدود الحركه او لا يسمح بالحركه. وهنا في حركه اكبر شويه، ده مفصل غضروفي لان المفصل الغضروفي يا شباب محدود الحركه جدا. وده يا جماعه في حركه، يبقى ده زلالي محدود الحركه، زلالي محدود الحركه. وده حركه كبيره جدا، يبقى ده زلالي واسع الحركه. يبقى انت عندك كده سعادتك بترتب الاول، انت عندك يعتبر 3 انواع من المفاصل، لكن المفصل الزلالي فيه منه نوعين، يعني من الاخر كده المجموع كل كام؟ 4. فانت بتاخد اقل واحد خالص اللي هو تقريبا منعدم لا يسمح بالحركه، بتقول ده ليفي، ده اللي هو س. وصاد ده مين؟ ده فيه حركه بس حركه محدوده، حركه صغيره يعني، ده يبقى ده غضروفي. وبتاخد عين ده زلالي محدود الحركه، وبتاخد الاكبر في الحركه يا جماعه زلالي واسع الحركه. بيقول لي ادرسوا جيدا ثم حدد اي مما يلي يصف هذه المفاصل بايه؟ بشكل صحيح. طبعا هختار الاجابه د. تتميز المفاصل عين ولام بانها مرنه تتحمل الصدمات، لانها مفاصل زلاليه تسمح بسهوله الحركه ومرنه تتحمل الصدمات، اللي هي عين ولام. طيب 12، حدد المفاصل س وصاد وعين ولام على الترتيب. س قلنا ليفي، قلنا س يا جماعه ايه؟ ليفي. طب وصاد غضروفي، تمام،
يبقى اذا هختار الاجابه ج. ليفي بين عظام الجمجمه، غضروفي بين اجسام الفقرات، زلالي في مفصل الكوع لان الكوع محدود الحركه ده عين، وزلالي في مفصل الكتف لان الكتف واسع الحركه ده لام. بالترتيب يا جماعه، بالترتيب. تمام. نيجي للسؤال رقم 13. اي مما يلي لا يعبر بشكل صحيح عن الخليه س وصاد. طبعا لو كبرنا الرسمه هنلاقي ان س ديت يا جماعه، س دي عظمه، س عظمه، وصاد ديت يا جماعه غضاريف. عرفتها ازاي غضاريف؟ ما احنا كنا بنقول ان اسطح العظام مغطاه بطبقه غضروفيه رقيقه شفافه ايه؟ ملساء. طيب سواء كانت عظام او غضاريف هي خلايا حيه. العظام والغضاريف خلايا ايه؟ حيه. بس ايه الفرق بيناتهم؟ ان العظمه تحصل على غذائها مباشره من الدم، اما الغضاريف تحصل على الغذاء من العظام بالانتشار. وبالتالي انا هختار دلوقتي، بيقول لي اي مما يلي لا يعبر، اختار د تمثل س خلايا حيه. ايوه ماشي، س خلايا حيه. وصاد خلايا ميته؟ لا، صاد برضو خلايا حيه. فاذا الاجابه دلت ايه؟ لا تعبر بشكل صحيح عن الخليه س وصاد، لا تعبر. تمام. طيب نجي للسؤال رقم 14. العظمه التي تصل الهيكل الطرفي السفلي بالهيكل المحوري. طبعا دي الحرقفه، لان الحرقفه تبع الهيكل الطرفي السفلي وتتصل بالهيكل المحوري عند الفقرات العجزيه الموجوده بالعمود الفقري. يصل بين العضلات والهيكل الطرفي. هيكل طرفي يعني عظام، يبقى ده سعادتك مين؟ ده يبقى الاوتار، لانه العضلات والعظام بيوصل بيناتهم ايه؟ اوتار. 16. اي مما يلي لا يميز النسيج صاد، لا يميز النسيج صاد عن النسيج الغضروفي. طب انت لو بصيت على الرسمه ديت، ده نسيج غضروفي س، تمام، وده نسيج صاد، يبقى ديت العظمه، لان العظام هي المتصله بمين يا شباب؟ هي المتصله بالدم مباشره. تمام. حلو قوي. طيب الدم بيدي الغذاء لمين؟ بيدي الغذاء للعظام، والعظام بتدي الغذاء لمين؟ للغضاريف. الغضاريف تتغذى فتجي بعتها فضلات، يبقى الماده ايه ديت؟ ايه؟ فضلات او ثاني اكسيد ايه؟ او ثاني اكسيد كربون. يبقى احنا بننقل المواد المفيده من الدم زي الغذاء والاكسجين الى العظام، ومن العظام الى الغضاريف بالانتشار، ثم نعيد ثاني اكسيد الكربون والفضلات من الغضاريف الى العظام، ومن العظام الى الدم. فبيقول لي اي ممالي لا يميز النسيج صاد عن النسيج الغضروفي. هقول له سعادتك دلوقتي ايه؟ نوع الايه؟ نوع النسيج، لانه نوع النسيج الغضاريف والعظام نسيج ضام هيكلي، فاذا دي مش ميزه، ده مش وجه اختلاف يعني، لان هما الاثنين نفس الايه؟ نفس النسيج، فبالتالي دي مش ميزه. تمام. طيب السؤال 17. اي مما يلي يعبر بشكل صحيح عن الماده ايه؟ الماده ايه قلنا جايه من الغضاريف للعظام، يبقى ده ثاني اكسيد الكربون او فضلات، فنختار فضلات ايه؟ نيتروجينيه. نيجي للسؤال 18. من خلال الشكل الموضح تكون العظمه التي تتبع الهيكل المحوري. طبعا هنختار س، لان عظمه القص تتبع القفص الصدري، والقفص الصدري هيكل محوري. صاد دي ترقوه، والترقوه هيكل صاد ترقوه، والترقوه هيكل طرفي. عين ده لوح الكتف، ولوح الكتف ده هيكل طرفي. نيجي بعد كده نحدد نوع الهيكل الذي تنتمي العظمه الموضحه له، مشيرا الى اسم التجويف الموجود بها. طبعا العظمه اللي قدامنا ديت دي لوح الكتف، ولوح الكتف ديت هيكل طرفي علوي. هيكل طرفي ايه؟ علوي. اسم التجويف الموجود بها طبعا ده تجويف ايه؟ اروح. تجويف اروح. طيب ما رقم الفقرة التي تمتلك نتوءان مفصليان فقط وتكون مفصل غضروفي واحد؟ طبعا دي الفقرة رقم 25. ليه؟ لأن الفقرة رقم 25 يا شباب، رقم 25 بتتصل مع الفقرة رقم 24. 24 دي فقرة قطنية، و25 ديت ايه بقى؟ دي عجزية. 25 مع 26 مع 27 مع 28 مع 29 دي كلها ملتحمة. يبقى اذا من عند 25 كده ايه؟ ملتحمه. تجي بقى 25 مع 24. 25 عندها نتوءان مفصليان علويان، نتوءان مفصليان علويان بتعمل بيهم مفاصل مع الفقره رقم كام؟ 24. يبقى 25 فقره من تحت ملتحمه، من فوق فيها نتوءان مفصليان علويان بيمسكوا يا شباب في الفقره رقم كام؟ في الفقره رقم 24. وبكده نكون خلصنا الاسئله الاختياريه، والاسئله المقاليه بتاعت الامتحان بتاع طلبه الازهر هننزلها على جروب التليجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.